بهالشكل. هنوقف بهالوضعية، القدم إلى الخلف ونعمل فرونت كيك بهالشكل. 1 2 3 4 5. طبعا في ممكن نخلي الاجر ماد اسفل مستوى الحوض، ممكن نخليه مستوى الحوض او حتى اعلى مستوى الحوض، ما في ابدا اي مشكله. المهم التمرين يكون صحيح بظهر مستقيم ومنتصب. القدم الاخرى بهالشكل. 1 2 3 4 5. فاذا هذا هو التمرين الاول. اما بالنسبه للتمرين الثاني فهو راح يكون تمرين اللنجس، سويناه كثير. راح يكون بهالشكل. راح ننزل 1 2 3 4 اخر مره 5 كمان. فاذا اذا دمجنا هدول التمرينين مع بعض راح يكون عندنا تمرين بهذا الشكل. راح ننزل، بذكر دائما ظهر منتصب، الركبه قريبه من الارض، نطلع فرونت كيك. 2 3 4 اخر مره 5. ننتقل للقدم الاخرى. راح ننزل 1 2 3 4 5. فاذا هذا هو كان التمرين الاول. بالنسبه للتمرين الثاني بالاضافه لللنجس، عندنا هذا التمرين اكيد تمرين مشهور جدا بهالشكل. رفع الكعبين الى الاعلى، ملامسه الكفين. تمرين جدا مهم لشد عضله رباعيه الرؤوس وعصر او سكويز العضلتين الخلفيتين للفخذ بهالشكل. فاذا بدمجه مع اللنجس راح يعطينا هذا التمرين بهالشكل. انتبهوا للقدم الخلفيه كيف راح تتحرك. 1 2 3 4 اخر مره 5. نطلع القدم الاخرى. 1 2 3 4 5. فاذا هدول نوعين التمارين رح مباشره ننزل للستريتشنج العضلي، وخصوصا العضله اللي حمل كثير من العبء وهي العضلات رباعيه الرؤوس. ننزل بهالشكل الى جانب واحد وبهدوء. نحس بالستريتش مباشره. القدم الاخرى. ثواني قليله هي كافيه. اما بالنسبه للتمرين الاخر هو عباره عن 3 تمارين. رح نبداها بهالوضعيه لحتى قدر الامكان تكون الصوره واضحه. فاذا التمرين رح يكون من هالنقطه، رح نسوي تمرين في المنتصف وتمرين اخير في اخر الطرف. فاذا اول تمرين رح يكون من هالوضعيه. ناخذ القدمين، القدم الاماميه لا تلامس الارض. 1 2 3 4 5. من هالوضعيه رح نفتح القدمين مع اليدين بوش اب، سكرون كمان مره بهالشكل. قدم القدمين الى الامام بالقفز، ونطلع لفوق بهالشكل. رح اسوي التمرين مره اخرى. رح ننزل الاقدام الى الخلف. 1 2 3 4 5. فتح اليدين مع القدمين. 1 2 القفز الى الامام والصعود الى الاعلى. هذا التمرين فينا نسويه بشكل قليلا مغاير في الحركه الاولى والاخيره. بهالشكل رح ننزل، نحط كلا القدمين على الارض والقفز. 1 2 3 4 5 6. رح نروح الجهه المقابله. 1 2 فتح القفز مع فتح القدمين
بهالشكل، نطلع لفوق. كمان نعيده كم مرة أخيرة. قدمين إلى الخلف، 1 4 6. قدمين مع اليدين، 1 2 إلى الأعلى بهالشكل. من بعد هذا التمرين أكيد لازم يكون في عنا ستريتشنج. رح ناخذ الستريتشنج كلياتنا حفظناها بهالوضعية. نطلع إلى الخلف آخر مرة، وإلى الخلف. أما بالنسبة للتمرين الأخير فهو عبارة أيضا عن تمرين سويناه قبلا. أول تمرين بهالشكل، 1 2 3 4. أما التمرين الآخر أيضا تمرين سويناه بحلقات سابقة. القدمين مع بعض، 1 2 3 4 5، آخر مرة 6. في حال دمجنا التمرينين مع بعض رح يطلع لنا هذا التمرين: 1 2 3 4 5. فإذن هاي هي تمارين اليوم أعزائي المشاهدين. لازم وقف. هاي تماريننا لليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم رح نطور أكثر في التمارين، وخاصة من تمارين ستريتشنج. كونوا معنا. ألقاكم إن شاء الله السبت القادم. رح نروح بريك ونرجع. خليكم معنا.